هذا الكلام او تحط الماده دي، طب بكره يتعرض على مجلس الوزراء. طيب انا نفسي اسال بقى مجلس الوزراء بكره لو سمحتوا حضراتكم قولوا لنا بشكل واضح الماده دي مشوها، ما عندناش مشكله، حضراتكم اعملوا اللي انتوا عايزينه. طيب هل حضرتك هتحط لي مواد تفسر هذا الامر، ولا هتسيبوا بقى الناس اي حد ممكن يتكلم في هذا الموضوع هيتحبس؟ شكلها كده على المفتوح. طب اذا اقتربت من الناس حرقوا اقسام الشرطه، ما دي كانت في يناير، تقول عليهم ايه؟ اذا قتلوا 300 واحد في من 28 يناير من 25 يناير، لان اول حد استشهد كان جندي يوم 25 يناير، لحد 11 ولا 12 ولا حد شهر في يوليو 2012، دول ايه؟ برضه ما تيجي تتكلم عليهم وتقول عليهم دول شهداء واستشهدوا ونسأل عن الناس اللي قتلوهم فين، دول نعاقب بالحبس؟ طيب اذا المواطن سأل وطلع فيديوهات زي اللي طلعناها يوم الخميس وهطلع الخميس الجاي، مش اللي جاي ده اللي بعده، ده يتحبس برضه ولا ايه؟ ما ممكن تقولوا لنا وضحوا لنا. عايزين موضوع ممكن تقولوا جمله واضحه، ما حدش يتكلم نهائي نهائي في هذا الموضوع، اتقفل. قولوا لنا الحكايه دي عشان بس انا كمان ابقى عارف ماذا تريدون من الشعب، ماذا تريدون من الاعلام، ماذا تريدون من الاعلام، لان واضح النهارده الكلام ايه؟ مش عايزين حد يفتح بقه. انا بقول اهو، قلتها قبل كده وبكررها مره تانيه بشكل واضح جدا، لان انا الموضوع ده هتكلم، وانا بقول اهو هتكلم فيه بصراحه، لانه طالما عندنا ماده موجوده للاعلام متاحه، فيديوهات، موضوعات، قضايا موجوده، وهنا اهو اذا انتوا عملتوا ده اغلقوا القضايا اللي قدام النيابه العامه. انا بقول اهو كل القضايا اللي قدمت ايام الرئيس عندما كان مدير المخابرات الحربيه اقفلوها، كل القضايا اللي بعد كده اقفلوها، كل القضايا اقفلوها وابدا من جديد. قول احنا اولاد النهارده، قولوا لنا الحكايه دي صراحه يعني، لانه عشان نفهم كمان عايزين ناس تتكلم ويبقى في قضايا موجوده قدامكم وبلاغات موجوده رسميه، ولا عايزين بصراحه نشوف لنا حاجه تانيه؟ خلاص دوروا على موضوع اخر، ولا ايه الحكايه؟ طب انت عايز النهارده انت تعاقب اي حد يتكلم ويجيب سيره، يقول لك ايه؟ ازدراء. انا بقول لحضراتكم ازدراء يشكل اهانه او ازدراء. على فكره مش موجوده الموضوع ده الا للدين فقط لا غير، مواد موجوده لازدراء الاديان فقط. ده انت خليت لي 25 وانا قلت 30 وانا 30 يعني جدا دين يعني بالظبط كده. اذا الماده دي هي بالظبط تعامل ثورتي 25 و30 معامله الاديان السماويه، اديان السماويه، الكتب ومعامله الرسل ومعامله الانبياء، الكتاب المقدس يعني لا تقترب. طبعا الكتب مقدسه على الراس، طبعا يقترب لها تتحبس، طبعا ده موضوع ما فيهوش نقاش. هتخلي دول زيهم بالظبط ليه؟ دي من صناعه البشر، مفيش آلهة. يعني اللي عمل ده مش آلهة، لا 25 ولا 30 ولا منزل من السماء، يعني ما جاش وحي انزل في 25 ووحي انزل في 30 نهائي، بشر. والرئيس من الاسبوع اللي فات قال لك ممكن ثوره ثالثه تيجي، قال كده الرئيس. طيب لو جت ثوره ثالثه نعمل ايه؟ هتعملوا لها ماده برضه نفسرها بالدستور؟ ازاي؟ يعني انا كمان مستغرب للجمل دي، ازدراء ازدراء. احنا بنرجع ولا بنمشي لقدام؟ ليه؟ ايه الداعي لده؟ يعني انا بتكلم على عهده موقع صدى البلد انه الكلام ده بكره مجلس الوزراء هيناقشه، غدا سيناقش هذا الامر بهذه الصيغه. الصيغه لو بالشكل ده طيب، عشان الموضوع ده هيدخلني في حواديت صعبه لما نشوف بكره مجلس الوزراء هيعمل ايه. عندما يناقش وياخد قرار نتحدث.
نتحدث بشكل واضح. تقدر تطلق، دايما اقول على القرضاوي المجرم الاكبر.